افضل لاعبين مروا على بطولتنا التونسيه، فيهم حتى شكون توج برابطه الابطال، لكن الجمهور نتاعهم هما مازالوا لحد الان قاعدين يلعبوا في كره القدم. باش نبداو نحكيو على كالي بانغورا، اللاعب اللي سبق انه تقمص ازياء النجم هذا الساحلي، مازال ينشط لحد الان لكن مع فريقه في القفص، اللاعب اللي قاعد يلعب على تفادي النزول في البلاي اوت. ما زلنا في قوافل القفصه وين كذلك نلقاو الثلاثي المتالق، نحكيو على هاشم عباس، نحكيو على امير العمراني وكذلك الحارس نديم بن ثابت. هذوما ثلاثه ملاعبيه اللي مروا على البطوله التونسيه وتقمصوا ازياء عديد النوادي. كذلك من قفصه باش نمشيو للستايد الملعب القابسي، واللاعب احمد حسني اللي سبق ليه عنده تجارب كثيره في البطوله التونسيه وكذلك خارج تونس. الان مع الملعب القابسي في الرابطه الثانيه. كذلك نبقاو مع اللاعبين اللي تألقوا ونمشيو للمتلوي، اللاعب اللي سبق انه تقمص ازياء النجم الساحلي، وشكون ينسى صمام الامان في دفاع الاتوال. نحكيو على صدام بن عزيزه اللي يلعب مع المتلوي في البلاي اوت، اللاعب اللي كان في اصابه ومازال رجع الاسبوع الفارط. نمشيو اللاعب سبق انه تقمص ازياء النادي الافريقي وكذلك الاتحاد المنستيري وتجارب في البطولات الخليجيه. نحكيو على هشام السيفي اللي رجع لتونس ورجع للفريق الام النجم الرياضي الوسلاتيه، وين قاعد يلعب معهم توا في الرابطه الثالثه مستوى اول. كذلك مازلنا في الرابطه الثالثه لكن هذه المره في المستوى الثاني. نحكيو على اللاعب صابر بن رجب الحارس اللي سبق انه تقمص ازياء النادي الافريقي وكذلك عديد الانديه التونسيه في الرابطه الاولى وكذلك في الرابطه الثانيه. الان يلعب في البراج لتفادي النزول للرابطه الجهويه. نمشيو للاعب اللي توج برابطه الابطال الافريقيه. نحكيو على لاعب سبق انه تقمص ازياء الترجي والنادي الافريقي. نحكيو على محمد علي اليعقوبي اللي الان قاعد يلعب مع مستقبل المرسى، اللاعب الفريق اللي قاعد يلعب على البلاي اوت لتفادي النزول للرابطه المحترفه الثانيه بعد ما سبق انه صعد الموسم الفائت. هذوما الاسماء اللي استرجعناهم في الفيديو نتاع اليوم. كان عندكم اسامي اخرين تاع لاعبين نسيناهم لكن مازالوا يلعبوا، تنجم تحطوا لنا اساميهم في التعليقات.